في روسيا وفي سنة 2002 10 أشخاص بيختفوا بعد ما دخلوا حديقة من حدائق موسكو. ال10 أشخاص دول ما يعرفوش بعض وكلهم كانوا رجالة. بعدها بفترة عدد الاختفاءات دي بدأ إن هو يزيد لحد ما وصل عددهم ل40 شخص، وكلهم بمجرد ما بيدخلوا الحديقة دي بيختفوا وما بيتلقى لهمش أي أثر، لحد ما بيختفي الشخص رقم 41، الشخص اللي هتتكشف كل حاجة بعد اختفائه. ونبدأ بكهات جديدة. أغلبنا عنده معلومة إن موسكو العاصمة الروسية تعتبر واحدة من أغنى وأغلى مدن العالم، وموطن لعدد كبير من المليارديرات مقارنة بأي مدينة أوروبية تانية. ولكن لو غيرت وجهتك ل10 أميال بس جنوب أغنى حي في موسكو هتلاقي نفسك في أفقر أحياء موسكو حرفيا. والنيك نيم بتاع ضواحي موسكو الفقيرة دي اسمه جوباميرا، ومعناها روح العالم. الضواحي دي كانت مليانة بعشرات الآلاف من الروس من الطبقة العاملة اللي كانوا عايشين مع أسرهم في حياة مستقرة وشغالين وحياتهم زي الفل. ولكن لحد انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية 1991 ما بقاش فيه أي وظائف ولا فلوس في المنطقة كلها. أهالي المنطقة بدأوا إن هم يسيبوا المنطقة ويتوجهوا لأماكن تانية علشان يشوفوا فرص للشغل وكمان فرص للمعيشة، ولكن مع كل أسف ما كانش عندهم أي موارد أو أي إمكانيات يقدروا يعملوا بيها كده. وبالمناسبة من سنة 91 لحد دلوقتي مفيش أي حاجة اتغيرت في الضواحي دي، مازال عشرات الآلاف من الروس عايشين في المكان ده تحت خط الفقر. البيوت هناك شكلها جميل وعلى شكل مربعات سكنية حلوة وشبه بعض، ولكن الناس بتنهار حرفيا من جواها. معظم الناس هناك لا اما عاطلين عن العمل، واللي شغال حتى منهم بيقبض مرتبات لا تغني ولا تسمن من جوع. كل ده بقى كوم، وادمان الكحوليات والمخدرات كوم تاني خالص. وعلشان كده معدل الجرائم في المنطقة دي كان في ارتفاع مستمر. ولكن وبالرغم من الظروف الحياتية الصعبة والقاسية في الأماكن دي، إلا إن الناس هناك في المنطقة كانوا عندهم ادعاء إنهم مشهورين بشيء مميز. وإيه هو بقى الشيء المميز ده؟ الشيء المميز ده يكون هو حديقة بيتسيفسكي. وتعالوا كده نعرف أكتر عن الحديقة دي، لأن هي أصل حكايتنا النهاردة. مكان الحديقة دي تحديدا في حافة جنوب ضواحي موسكو الجنوبية، وهي عبارة عن غابة خضراء ضخمة وكبيرة ومغطية حوالي 2700 فدان ومليانة بالحياة البرية، وكانت زي مكان سياحي مشهور للناس اللي عايشة هناك حوالين موسكو. وبعد بقى ما سقط الاتحاد السوفيتي الحديقة دي زادت شهرة أكتر وأكتر، وخصوصا عند الناس اللي كانت عايشة في الضواحي اللي قلنا عليها في الأول، لأن زي ما قلت لكم الناس دي كانت حياتهم بتزيد كآبة وسوء، وكانوا شايفين إن الحديقة دي هي تعتبر المتنفس بالنسبة لهم. وكانوا بيروحوا الحديقة دي يقعدوا ويتمشوا فيها ويعملوا مديتيشن وكمان يلعبوا شطرنج. ده حتى كمان في الشتاء كانوا بيعملوا عليها تزلق على الجليد. يعني من الآخر الحديقة دي كانت بمثابة المكان اللي بيطلعوا فيه كل طاقتهم السلبية والقرف اللي هم عايشين فيه. ولكن الحال ما استمرش على كده، لأن من سنة 2001 وبداية من شهر مايو لحد شهر يوليو بدأ يحصل في الحديقة دي حاجات مرعبة وملهاش تفسير منطقي، لدرجة إن الناس بطلت أصلا إن هي تروح الحديقة دي. وزي ما قلت لكم في البداية، في 10 أشخاص بيدخلوا الحديقة دي وبيختفوا ورا بعضهم. والناس دي في ناس شافوهم وهم داخلين منطقة الغابات الكثيفة أو حتى حوالين المنطقة دي، وكل واحد منهم كان لوحده، وكمان كلهم كانوا رجالة. وبالمناسبة إن في حالات اختفاء حصلت قبل كده في الجزء ده تحديدا من روسيا، والاختفاءات اللي كانت بتحصل دي كانت بتحصل من ناس بيحاولوا إن هم يهربوا بره المكان ده علشان يحاولوا يلاقوا ظروف أفضل من اللي عايشين فيها. ولكن الناس دي كانوا بيرجعوا مرة تانية لما بيكتشفوا إن هروبهم ملهوش أي نتيجة. ولكن ال10 دول تحديدا لما ما ظهروش خلال أيام، أهاليهم اتجهوا على اسم الشرطة وبلغوا. وطبعا مش هنستغرب لما الشرطة هيطنشوا الموضوع خالص وحتى مش هيفتحوا تحقيق في الواقع ده. غير كده كمان إن هم هيتهموا ال10 أشخاص دول إن هم مخمورين ومتشردين راحوا وما رجعوش، ودي مشكلتهم مش مشكلتنا احنا. انا عارف ان الكلام ده انتوا ما اشتريتهوش وما دخلش دماغكم زي بالظبط ما دخلش دماغنا كمان، ولكن للاسف في الوقت ده ما كانش عندهم اي تفسير منطقي للي بيحصل ده. وطبعا وجهة نظرهم دي مبنية على اللي انا حكيته لكم من شوية وظروف المعيشة الصعبة اللي موجودة في المكان ده. من الاخر الناس دي قررت ان هي تهج وما يرجعوش تاني،
احنا نعمل لكم ايه؟ ولكن في اكتوبر ومن نفس السنه، يعني بعد حوالي 3 شهور من ال10 اختفاءات الاولانيين، 4 اشخاص كمان يختفوا وكلهم في نفس الظروف المشابهه لل10 الاولانيين. كلهم دخلوا منطقه الغابات الكثيفه والناس شافتهم وهم بيخشوا وبعد كده بيختفوا. وبعد كده اهاليهم بيطلعوا على الشرطه يبلغوا باللي حصل وبرضه بيجي لهم نفس الرد من الشرطه. والغريب بقى ان السيناريو ده فضل يتكرر لمده 4 سنين متتاليه، ومن سنه 2002 لحد سنه 2005 اختفى حوالي 25 شخص، 24 راجل وست واحده بس. وبدا يتطور كمان الامر ل 40 بني ادم، وما زالت الشرطه بعد عدد الاختفاءات دي مش بتحقق في الموضوع وعايمين في ميه البطيخ. ولكن كل حاجة تتغير لما يلاقوا الضحية رقم 41، لأن الضحية رقم 41 دي هتكون مختلفة تماما عن ال40 اللي قبل. نيكولاي زاكاريتشينكو، الراجل صاحب 63 سنة، ضابط شرطة متقاعد ساكن مع عيلته في شقة صغيرة في ضواحي موسكو الجنوبية. والراجل ده كان راجل روسي كلاسيكي كده وقوي، بيدخن السيجار وبيشرب فودكا كتير. وعلى الرغم من انه عارف بالحالات اللي بتختفي، قال لك انا ما يهمنيش كل الكلام ده وهعمل اللي انا عاوزه. وكان شايف ان هو هيعرف يهندل الامور ومحدش هيعرف يعمل له حاجه. لحد مساء يوم من شهر نوفمبر من سنه 2005 الراجل ده بلغ اخته انه رايح يتمشى في الحديقه دي، ولكنه يخرج وما يرجعش. عيلته في الوقت ده قلقوا عليه وقرروا ان هم يستنوا لحد الصبح، ولكن يجي الصبح والراجل ما يرجعش. وبرضه بيتكرر نفس السيناريو. لما ما جاش تاني يوم طلعوا على الشرطة وبرضه الشرطة لا حياة لمن تنادي. بعد كام يوم في واحد من الأهالي دخل الحديقة دي وتعمق لجوه سيكا، وهو ماشي لقى في حاجة مغروزة في الأرض كده بين الأشجار. وعلشان كل الأهالي في التوقيت ده كان عندهم توجس من الحديقة دي، فالراجل مرضاش إن هو يلمس أي حاجة وقرر يبلغ الشرطة على طول. والغريب إن الشرطة الحمد لله يعني خدت أكشن وقررت إن هي تتحرك على المكان، ولقوا إن الحاجة الغريبة اللي مزروعة بين الأشجار دي هي نيكولاي زاكاريتشينكو. كان مرمي على وشه ولابس هدومه بالكامل وما عندوش غير إصابة واحدة بس، والإصابة دي كانت عبارة عن ثقب كبير موجود في راسه من ورا. ومن الواضح إن الثقب ده ما كانش نتيجة طلق ناري، دي كانت واضح إن هي مضروبة بآلة حادة. يعني الراجل ده اتعرض لضرب عنيف أدى في النهاية لانفجار جمجمته تماما. والشرطة كتر خيرهم والله بدأوا إن هم يفتشوا حوالين الحديقة وحوالين المكان اللي كان موجود فيه الراجل ده، ولكن مع كل أسف ملقوش أي نتيجة وملقوش حتى أي أثر للأداة الحادة دي. وكان توقعهم إن الراجل ده اتعرض للهجوم من شخص أو يمكن من كذا شخص أو حتى من حيوان بري، ولكن اللي كان واضح من خلال مكان الإصابة إن الراجل ده اتغفل أو اتاخد على إخوانه. ودلوقتي الشرطة بقى عندها جسد وجريمة قتل، ومش مجرد بلاغات اختفاء وخلاص، وان ممكن كل البلاغات القديمة اللي جات لهم تكون برضه حالات قتل. وما بقاش ينفع انهم يتجاهلوا كمية الاختفاءات اللي حصلت دي، وانهم لازم يكثفوا بحثهم، ويعني بقوا مضطرين اسفين ان هم يعملوا كده. وعلشان الموضوع كده وسع على الشرطة المحلية، طلبوا تعزيزات من إدارة التحقيقات الجنائية الروسية، اللي بعتوا فريق منهم للحديقة، وبالفعل بدأوا ينتشروا في الحديقة في عمليات بحث واسعة ومكثفة. ولكن مع كل أسف بعد مرور كام يوم ما وصلوش لأي حاجة. وطبعا بعد ما الخبر انتشر بتاع موت الضابط نيكولاي ده، كل الناس اللي موجودين من الأهالي بدأ الرعب يدخل في قلبهم أكتر وأكتر. وعلشان كده معظم الناس في الوقت ده بطلت إن هي تهوب ناحية الحديقة تماما، وكمان منعوا أطفالهم إن هم يروحوا هناك. وفوق الكلام ده بدأوا إن هم يسموا الرعب اللي موجود في الحديقة جوه دي بمجنون حديقة بيتسيفسكي. وخدوا لي بالكم، برغم كل حالات الاختفاءات اللي بتحصل دي وبرغم تحقيقات الشرطة، إلا إن حالات الاختفاءات لسه شغالة لحد دلوقتي. بعد أسبوع واحد من اكتشاف جسد نيكولاي بدأ يحصل حالات اختفاءات تانية من نوفمبر من سنة 2005 لحد إبريل من سنة 2006. واختفى في التوقيت ده 9 رجالة تانيين في نفس الظروف الغامضة وبنفس التفاصيل بالظبط، وبرضه بنفس التفاصيل اللي انتهت بيها حياة الضابط ده، ولكن مع اختلاف واحد بس. والاختلاف الواحد ده ان الثقب اللي موجود في دماغهم من ورا بدأوا يلاحظوا ان الفاعل بيجيب ازازة ويحطها في الفتحة دي. وهنا الشرطة الجنائية بدأوا يتأكدوا ان الفاعل مش حيوان بري،
ولكنه شخص زينا. وبناء عليه انتشر ان في قاتل متسلسل جوه الحديقه دي وهو اللي بيخلص على الناس. وبناء عليه ما بقاش اي حد يهوب ناحيه الحديقه دي تماما، ما عدا بعض الاشخاص العناديين واللي مخهم تخين وعاملين فيها 7 رجاله، زي صاحبنا مثلا الضابط نيكولاي. واحد من ضمن الناس العناديين دول اسمه ألكسندر بوتشيكين، وعنده 32 سنة. شاب زيه زي الباقي، اتولد هنا في ضواحي موسكو الجنوبية، وكان عايش مع أسرته في واحدة من الشقق الصغيرة. حياة ألكسندر يمكن كانت حياة أصعب سيكة من بقية صحابه اللي موجودين في نفس سنه، لأن ألكسندر من وهو عنده 4 سنين وقع على راسه لورا من المرجيحة وهو بيلعب عليها. هتقول لي عادي وفيها إيه يعني؟ ما كل العيال بيقعوا وبيقوموا زي القرود. ولكن اللي مش عادي إن ألكسندر بعد ما وقع على الأرض وقام وقف، يقوم ابن الفقرية المرجحة راجعة مرة تانية على وشه وخبطة في قرطه، وده مع كل أسف سبب له تلف شديد في دماغه. وطبعا مفيش أي قدرة مالية عند أهله إن هم يروحوا بيه عند المستشفى. وهو كمان لما وقف على رجله بعد الخبطة دي وبدأ إن هو يمشي، شاف ان هو تمام، فخلاص يعني الواد زي الفل بيمشي وبيضحك وفي لحمه في التلاجة، فبلاش نكبر المواضيع. ولكن مع كل اسف ولا زي الفل ولا بتاع ولا حتى كان في لحمه في التلاجة، لان للاسف الخبطه اللي اتخبطها ألكسندر دي اثرت على قدرات الولد الادراكيه. وبعد كام سنه لما بدا يروح المدرسه، اصحابه بدا ان هم يتنمروا عليه لانه كان عليه شويه علامات غباء سيكا. ولما وصل لمرحله الثانوي حس ان هو وحيد ومنبوذ وملهوش اي اصحاب. جد ألكسندر كان عايش معاه في نفس المجمع السكني، ولاحظ حالة حفيده، وعلشان كده قرر ان هو ياخده ويعيش معاه، يحتويه ويخلي باله منه. واول حاجة عملها لحفيده انه علمه الشطرنج، اعتقادا منه ان دي حاجة هتخلي اقرانه اللي في نفس سنه يقربوا منه، لان زي ما انتم عارفين الشطرنج مش لعبة سهلة ومحتاجة شوية ذكاء وتفكير. والحق يتقال ان اللعبة دي فتحت الصندوق السري اللي في مخ ألكسندر، واللي مفيش اي حد عرف ان هو يفتحه او حتى يحاول الا جده. واللطيف في الحكايه ان ألكسندر في خلال يومين بس شرب اللعبه حرفيا وعرف كل الخبايا اللي موجوده فيها، لدرجه انه كان بيغلب جده في كل مره بيلعبوا فيها مع بعض. والراجل خلاص يعني بقى بروفيشنال شطرنج. وطبعا دي حاجه خلت جده مبسوط جدا باللي وصل له حفيده. ومش بس كده، ده كمان اخده على حديقه بيتسيفسكي علشان يلاعب عتاوله الشطرنج من اصحابه العواجيز المحترفين. ولقى ان الولد كمان كان بيغلب الناس دي، وعلشان كده كانوا بيحبوه جدا ويحترموه. ولما عرفوا ان اصحابه في المدرسه بيتنمروا عليه، طبطبوا عليه واحتووه وقالوا له انت مكانك الحقيقي هنا معانا. وبالتالي ألكسندر بدأ ان هو يلاحظ ان هو مقبول في مجتمع ما والناس حباه. وبعد مرور سنين على الحال ده، وحتى بعد وفاة جده، استمر ألكسندر ان هو ينزل الحديقة ويلعب شطرنج مع اللي متبقيين من اصحاب جده، او كمان حتى مع الناس الجديدة اللي اتعرف عليهم من خلال اللعبة دي. وبالرغم حتى من حالات الاختفاء اللي بتحصل في الحديقة، واللي من ضمنهم ناس بيلعب معاهم حتى ألكسندر اختفوا، الا ان حالة الذعر دي ما منعتش ألكسندر والعند بتاعه ان هو ينزل الحديقة علشان يمارس لعبته المفضلة، لدرجة ان والدته كانت مرعوبة عليه ان هو مش قادر يستوعب ولا يفهم الرعب اللي موجود هناك. وكانت بتتحايل عليه ان هو يقعد ويفكه من الكلام اللي في دماغه ده وما يروحش الحديقة، ولكنه كان بيحاول دايما ان هو يطمنها، وبرضه بيركب دماغه ويروح الحديقة لانه للأسف مرتبط بالمكان ده. ونرجع بقى لشهر ابريل من سنة 2006. ألكسندر وقتها كان تم ال 32 سنة، وكان بيشتغل في محل بقالة بيرص البضائع على الأرفف. وفي الوقت ده وصل عدد الناس اللي مفقودين جوه الغابة حوالي 50 شخص، وقدروا انهم يلاقوا من ال 50 شخص دول 10 أجساد مش أكتر. يوم 12 إبريل ألكسندر رايح على شغله في البقالة اللي شغال فيها دي، وفي اليوم ده يلاقي موظفة جديدة، ست كبيرة شوية في السن كده، ولكنها جميلة وأول مرة يشوفها. وزي ما انتوا عارفين ان ألكسندر كان وحش في الشطرنج، ولكنه عمره ما كان وحش في الستات. وطبيعي طبعا لان ألكسندر ما كانش له اي علاقات زي اي شباب في سنه. شباب عندهم مش عندنا، ها، عشان ما تلبسونيش في موضوع.
المهم الكسندر اول ما شافها اتهز كده من جواه وانجذب لها جدا كانه اول مره يشوف ستات. وبعد شويه تركيز معاها قرر ان هو خلاص هياخد الاكشن وهيروح يتكلم معاها. وبعد ما الشيفت بتاعه خلص تزامن معاه كمان ان الشيفت بتاع الست دي خلص هو كمان. وبعد ما قرر ان هو خلاص هيروح ويتكلم الكلام مره واحده اختفى من جواه وبلع لسانه. في اللحظه دي شافها بتطلع سيجاره من معاها وما كانش معاها ولاعه تولع. قال لك بس خلاص انا هدوس يا باشا. وفعلا الكسندر استغل الفرصه وجري عليها بولعته وقال لها تسمحي لي اولع لك؟ رحبت طبعا جدا وبداوا ان هم يتمشوا سوا وهم بيدخنوا سجاره وبيدردشوا مع بعض. وبالتاكيد اتعرف على الست دي واللي كان اسمها لاريسا كاليجينا وعندها 48 سنه. وعرف كمان انها ساكنه قريبه من البيت بتاعه. لما وصلوا بقى عند البيت عندها وهي خلاص داخله البيت جات له الجراءه وقال لها تحب نكمل تمشيه مع بعض؟ الكسندر ولاريسا اتمشوا ورجلهم خدتهم لحد باب حديقه بيتسيفسكي. الكسندر ساعتها اول ما دخل الحديقه شاف ترابيزات الشطرنج اللي كان بيلعب عليها هو واصحاب جده ولقاها كلها كانت فاضيه لان زي ما انتم عارفين محدش بيهوب ناحيه الحديقه. الكسندر لما شاف المنظر ده اتضايق جدا وما كانش حتى هيكمل التمشيه اللي بيمشيها. ولكن ولا هو ولا لاريسا كانوا عاوزين يوقفوا كلام فكملوا مع بعض. ولعوا ساعتها سجارتين كمان وبداوا ان هم يمشوا حوالين الغابه اللي حاصل فيها الكلام ده. وقالوا ان احنا هنلف لفه مع بعض وبعد كده نرجع تاني. فضلوا بقى ان هم يتعمقوا في الغابه والدنيا بدات تليل عليهم وهم مندمجين في الكلام وما حسوش ابدا ان حتى مش ده الطريق اللي بداوا ماشي فيه، وان الطريق اللي ماشيين فيه بدا يتغير ويتحول لطريق الغابه اللي مليان اغصان شجر متكسره ووقع على الارض. وكل اللي كان فارق معاهم ان هم يكملوا رغي وكلام سوا. والحاجه الوحيده اللي عملوها انهم بداوا يسرعوا الريتم بتاع المشي شويه على امل ان الطريق اللي هم فيه ده يخلص خالص. ولكن في نقطه معينه كده زهقوا ومره واحده وقفوا. الكسندر كان ماشي من قدام ووراه لاريسا. لما وقفوا وهيرجعوا تاني الكسندر بدأ ان هو يبص على لاريسا وشاف فيها حاجة متغيرة كأنها تعبت مثلا من كتر المشي او في حاجة ضايقتها. ولكن مرة واحدة يلاقي لاريسا اترمت على شجرة جنبها وحضنتها جامد وواحدة واحدة عمالة تقع لتحت وانفجرت في العياط. الكسندر واقف بيبص لها ومتنح ومش فاهم في ايه اللي بيحصل. تكونش مثلا شافت مجنون الحديقه واقف ورايا ولا في ايه بالظبط. وفي وسط ما لاريسا بتعيط وماسكه في جذع الشجره قالت له هو انت مجنون الحديقه مش كده؟ الكسندر ساعتها اتصدم. اصله مفيش حد بالسرعه دي قدر ان هو يكتشف. وكانت عاده عنده ان هو اللي بيحب يعرف الضحيه قبل ما يخلص عليها ان هو مجنون الحديقه. يا شريك العزيز الكسندر صاحبنا اللي ممكن نكون اتعاطفنا معاه هو سفاح حديقه بيتسيفسكي. الكسندر ابتسم لها وقال لها ايوه انا. لاريسا بصت ساعتها تحتها وازدادت نبره العياط بتاعتها وبصت له مره تانية وقالت له انت هتخلص عليا مش كده؟ فرد عليها وقال لها بدون تردد اكيد. ومد ايده في جيب الجاكيت اللي معاه وطلع منها شاكوش. وتحديدا محدش يعرف ليه الكسندر بقى قاتل متسلسل ولا حتى ليه كان بيستهدف الرجاله بالذات. والبعض قال ان السبب يكمن في الحادث بتاع المرجحه اللي حصلت له وهو صغير وانها خلقت العدوانيه جواه. ولكن دي مجرد وجهه نظر الناس عرضتها مش اكتر. لان في سنه 92 الكسندر وقتها كان عنده 18 سنه وبدأ في الوقت ده ان هي تظهر عنده تطلعاته وافكاره العدوانيه ورغبته كمان في القتل. ده حتى ان هو شارك الافكار دي مع واحد صاحبه اسمه ميخائيل اوتشوك. واللي يصدمك ان ميخائيل طلع مختل زيه ووافقه وقال له انا كمان نفسي اقتل حد، يلا يا باشا نعمل كده. وبعد كام يوم اتقابلوا وراحوا يتمشوا في حديقه بيتسيفسكي وراحوا على طريق الغابه يدوروا على اي حد يكون موجود لوحده. وهم ماشيين سوا جوه الحديقه ميخائيل قال له مره واحده بقول لك ايه انا حاسس بصراحه ان انا سقعت، ما تيجي نرجع وبعد كده نيجي مره تانية. هنا بقى الكسندر اتضايق وحس ان المشوار ده ما جاش بفايده. فقال لميخائيل خلاص لو عاوز تروح انت اتكل على الله. فميخائيل قال له ايوه يا سيدي خلينا نروح كده نخطط مع نفسنا وبعد كده نرجع تاني. فالكسندر قال له بصراحه انت صح يا صاحبي. ميخائيل اول ما لف وشه الكسندر طلع الشاكوش من جيبه
وراح مديله. ميخائيل اترمى على الارض، مات او فقد الوعي، مش مهم دلوقتي وهتفهموا بعدين. الكسندر افتكر انهم وهم ماشيين في الغابه لمح في وسط الشجر بير مستخبي، راح ساحب جسد المعلم ميخائيل لحد البير وفتحه وحدف الجسد جواه، ورجع قفل البير وخد الشاكوش في جيبه ومشي. وبالمناسبه ان عمق البير ده حوالي 30 قدم، بينتهي بميه جليديه متجمده. الكسندر بعد الواقعه دي قرر ان هو يلم نفسه لمده 9 سنين، وفي صيف 2001 وتحديدا في مايو رجع صاحبنا ان هو يمارس النشاط بتاعه مره تانية، والمره دي كان واحد صاحبه برضه من لاعبي الشطرنج. بعد ما خلصوا الجيم بتاعهم مع بعض، الكسندر عرض على صاحبه ده وقال له ما تيجي جوه نخش للغابه لقبر الكلب بتاعي اللي دفنه جوه، وبالمره نشرب شويه فودكا. وهو غالبا كان يقصد الكلب بتاعه هو ميخائيل. المهم ان صاحبه ده كان من معجبيه ومن محبينه، فقرر ان هو يثق فيه ويروح معاه. وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا عند البير. وقف الكسندر وقال له اهو يا سيدي الكلب بتاعي مدفون هنا، وطلع ازازه الفودكا شرب، وبعد كده ادى لصاحبه اللي معاه علشان يشرب. وبعد ما خلصوا شرب قال لصاحبه يلا بقى بينا نرجع. ونفس السيناريو يتكرر للمره الثانيه، بمجرد ما الضحيه تلف وشها يطلع الشاكوش ويعمل في دماغه خرم الاذون، بعد كده يفتح البير ويرمي الجسد بتاعه. واستمر المختل الكسندر في استدراج ضحاياه، واللي بالمناسبه يعرفهم كلهم، والناس دي يا اما اصحابه في لعبه الشطرنج يا اما جيرانه، المهم انه في سابق معرفه بطريقه او باخرى. واللي يخلينا نستغرب دلوقتي ان مش كل الضحايا اللي رماهم في البير ماتوا. يعني مثلا عندك الضحيه رقم 16 و17 واللي كانت ست حامل وطفل صغير عنده 13 سنه، واللي هنحكيه دلوقتي حصل للاتنين على التوالي. بعد ما الكسندر خبطهم بالشاكوش وحدفهم في البير بشكل ما قدريا، وهم بينزلوا في البير جزء من اللبس بتاعهم اتعلق في الحيطه بتاعت البير وما نزلوش في القاع تحت. وفي الحالتين الكسندر ما خدش باله وقفل البير ومشي. وبعد معافره من الاتنين قدروا ان هم بالفعل يطلعوا من البير ويطلعوا على اسم الشرطه يبلغوا عن اللي حاصل، واللي بالمناسبه جابوا اسم الفاعل هو الكسندر. هو ده طبيعي لانهم طبعا عارفينه. الله، طب ايه التوهه دي بقى يا عم بيكو؟ لما الضحيه رقم 16 و17 قدروا ان هم ينجوا ويروحوا للشرطه ويبلغوا على الكسندر، ايه اللي وصل عدد الضحايا ل 50 ضحيه؟ لان ببساطه يا سيدي الشرطه المحليه كانت عايشه في المهلبيه ومش مصدقه الموضوع من الاساس، او بمعنى ادق هما مش عاوزين يصدقوا. قال لك ايه بقى، هو احنا ناقصين وجع دماغ؟ هندخل نفسنا في قضايا ودوشه؟ يا عم سيبك. قوم يعملوا ايه بقى يا مؤمن؟ يهددوا الضحايا. والله فعلا هددوا الضحايا وقالوا لهم لو ما سكتوش هنلبسكم شويه قضايا محترمه وتترموا في الحبس. والنتيجه تمادي الكسندر في استدراج عشرات الضحايا التانيين لحد ما وصلوا للعدد ده. وعلشان كده الكسندر قرر ان هو يتعلم من الدرس ويتاكد من موت الضحيه. لما لاريسا اللي اتعرف عليها ومشوا في الحديقه كانت بتعيط وسالته هو انت هتموتني؟ ساعتها طلع الشاكوش وضربها كذا مره لان ضربه واحده ممكن ما تموتهاش. وبعدها جاب ازازه الفودكا وحشرها في مخها علشان يتاكد انها خلصت. وبعد شهرين يستدرج بنت كمان اسمها مارينا وعندها 35 سنه، واللي كانت برضه بتشتغل معاه في محل البقاله، واللي بالمناسبه جابوها مكان لاريسا. وزي ما عمل مع لاريسا بالظبط عمل مع مارينا. بس مارينا قالت له قبل ما نتمشى سوا لازم اعدي على البيت اعرف ابني واسيب له رساله وبعد كده نروح مع بعض. وفعلا راحت على بيتها وسابت نوت لابنها انها مع الكسندر، وكمان كتبت رقم تليفون. ودلوقتي بقى الكسندر بقى في حيره من امره، الشرطه الجنائيه ماليه البلد، ولو مارينا اختفت هيقدروا ان هم يوصلوا بسهوله ليه بسبب النوت اللي سابتها لابنها. حلو قوي الكلام ده. يبقى احنا بقى نلم نفسنا علشان ما نتقفش. نلم نفسنا ايه؟ قلت لكم فوق خلص عليها. وناس كتير اعتقدت ان هو عمل كده مخصوص علشان يتقبض عليه، ولا مش زي ما انتم متخيلين ان هو عاوز مثلا يحمي الناس من شره لا سمح الله. ده كان الهدف بتاع الكسندر ان هو يتشهر وكل الناس تشاور عليه ويطلع يحكي بفخر واعتزاز. وانكم لو تفتكروا معايا بداية من الضحية رقم 41 واللي هي الضابط نيكولاي، الكسندر كان بدأ ان هو يسيب الضحية مرمية في الطل كده بدل ما يرميها في البير. ولما الشرطة قبضت عليه وفتشوا بيته لقوا دفتر فيه صورة الأرضية بتاعة طاولة الشطرنج، وكان مكتوب على كل مربع رقم. واللي بيلعب شطرنج عارف انها عبارة عن 64 مربع ابيض واسود.
والارقام كانت مكتوبه على 62 مربع، وهم بالظبط عدد ضحايا. وطبعا باستثناء الست الحامل والولد الصغير اللي طلعوا من البير، يعني كده التوتال 60 ضحيه. وعلشان اجاوب على سؤال كده في دماغكم ممكن تكونوا سالتوه من شويه، هو انت عرفت ازاي تفاصيل التفاصيل لكل حاجه حصلت لكل ضحيه منهم؟ والحقيقه ان الكسندر بيه كان متعاون جدا مع الشرطه، وقال لهم على كل التفاصيل بالحوارات حتى اللي كانت بتدور ما بينه وبين الضحيه قبل ما يخلص عليها. واعاد كمان تمثيل الجرائم كلها قدامهم، وكان منشكح جدا بكم الاهتمام بيه، وكان عنده احساس بالفخر كده والانجاز وهو بيشرح اللي عمله. والشرطه ما قدرتش تلاقي اي ادله غير على 49 ضحيه من ال60. هتقول لي طب وهي تفرق ايه؟ هقول لك تخيل بقى ان هي تفرق مع الكسندر جدا. في يوم المحاكمه بتاعت الكسندر، واللي بالمناسبه حضرها وهو محبوس في قفص زجاجي لانهم كانوا شايفينه تهديد للناس، مبدئيا كده ما كانش باين عليه اي مظهر من مظاهر الندم، ده بالعكس تماما، كان مبسوط حتى وهو شايف نفسه بيتحاكم. فالقاضي بيقول له خد لي بالك انت هتتحاسب على 49 جريمه قتل. ساعتها حس بخيبه امل راكبه جمل، وقال للقاضي طب يعني ممكن اعمل ايه عشان معلش اكملهم 60، ما انا مش هتعب فيهم على الفاضي. الكسندر اتحكم عليه بالمؤبد بدون الافراج المشروط، واللي بالمناسبه كانت اقصى عقوبه حسب القانون الروسي في الوقت ده. ومنهم ايه بقى؟ منهم 15 سنه يقضيها في حبس انفرادي تام بدون الاحتكاك بأي بشر تماما، 24 ساعة في ال 24 ساعة في زنزانة لوحده تماما لمدة 15 سنة. وكلمتين كده على الماشي فيهم وجهة نظر الشخصية واللي قلتها لكم أكتر ما قلت لكم السلام عليكم. جزء كبير من اللي وصل له الكسندر واللي بيوصل له عدد كبير من القتلة المتسلسلين والمرضى النفسيين اللي بنتعامل معاهم كل يوم هم الأهل، لانهم لو كانوا حتى اطمنوا عليه مجرد اطمئنان بعد الحادثه اللي حصلت له دي، يمكن كانوا ممكن يلحقوه وما كانش يوصل للي وصل له. واعتقد ان اللي وصل له ده وتحديدا اختيار الضحايا بتوعه ان هم يكونوا من الرجاله، ده يدل على انه نتج عن التنمر والرغبه في الانتقام اللي حصلت عنده من صغره، وانه كان عاوز يعمل كل الكوارث دي لمجرد ان الناس تهتم بيه وتتكلم عنه مش اكتر من كده. لانه لما طلع ما لقاش كل الكلام ده واللي كان المفترض ان هم يديهوله، اللي كانوا سبب اصلا من الاساس ان هو يجي الدنيا. فبالله عليكم خلوا بالكم من عيالكم شويه، وما تستبعدوش ابدا ان لا قدر الله ممكن تلاقوا اي حد فيهم في نفس الظروف. فربنا يحفظكم ويحفظهم ويحميكم من شرور الاقدار وكمان من نفوس البشر. في النهاية ممتن جدا وبشكركم على وقتكم المهم اللي سمحتوا لي يكون من نصيبي، والأهم والمهم إن انتوا تخلوا لي بالكم من نفسكم لحد إن شاء الله ما أشوفكم القضية الجاية على خير.